بسم الله الرحمن الرحيم. في النهارده يا جماعه انا هكلمكم فيه عن حاجه مهمه جدا ومختلفه جدا عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. النهارده الفيديو بتاعنا توعيه عن 7 اشياء في الموتوسيكل لازم اللي انا اخلي بالي منهم وانا بعملهم. ناس كتير بتعمل الحاجات دي بدون ما بتاخد بالها منهم. ناس كتير بتعمل ايه يا ابني؟ يبقى احنا النهارده هنتكلم على ال7 حاجات دول لازم اللي احنا ناخد بالنا منهم ونهتم بيهم. هنبدا نقول ايه هما وازاي احافظ ان انا ما اعملهمش، او في ناس زي ما قلت بتعملهم من غير ما تاخد بالهم منهم. يلا هنبدا. اول حاجه هو عن نفط الكاوتش. يا جماعه الكاوتش ممنوع ان انا اكون جاي من مشوار بعيد والموتوسيكل فرده الكاوتش ساخنه معايا واروح بتاع الكاوتش ازود الفرده والفرده سخنه. ده طبعا من اكبر الاضرار. من اكبر ايه يا ابني؟ لان دي بتخلي الفرده معانا تشقق وبيحصل فيها مشاكل، لان الفرده يا جماعه ما ينفعش تتنفخ وهي سخنه نهائي. تمام؟ تاني حاجه ممنوع ان انا فرده الكاوتش ان انا امشي عليها وهي مهويه لفتره طويله، لان ده طبعا برضه بيأثر في عمر الكاوتش وبيضرب فتيل، وبرضه بيعمل معايا مشكله تشقيق الكاوتش. بيعمل معايا يا ابني مشكله تشقيق الكاوتش. يبقى احنا دي اول بند. هنخش على تاني بند. ممنوع يا جماعه يكون التانك معايا ماشي على الاحتياطي واروح لبتاع البنزينه اقول له موني المكنه بدون ما اقفل البنزين. بدون ايه يا ابني؟ نقفل البنزين. ده اكبر غلط. طب ليه؟ ان انا الموتوسيكل معايا بيكون احتياطي وما باجي امون بخلي صاحب البنزينه او اللي بيمون في البنزينه بيحط المسدس وبيكون التانك فارغ جدا، فارغ كتير من البنزين، وبالتالي لما بحط مسدس البنزين داخل التانك بيكون في رواسب مترقمه في التانك وبعد كده بتدخل لي في الكربوراتير. طيب الحل الاسلم في الموضوع ده سواء التانك نصه يا جماعه او التانك مليان، المفروض بنسبه 100% ان انا اقفل حنفيه البنزين ساعه تفويل التانك عشان اي رواسب من ضغط المسدس ما تنزلش معايا داخل الكربوراتير. وناس كتير جدا بعد ما بتمون بيحصل معاها تسريب في عوامل البنزين بسبب الرواسب اللي كان موجوده داخل التانك ونزلت فيه الكربوراتير بسبب ضغط المسدس. فبالتالي لازم بنسبه 100% ان انا اقفل البنزين بتاع الموتوسيكل. لازم ايه يا ابني؟ علشان ده طبعا ما يضرنيش. عشان ايه؟ ما يضرنيش. فبالتالي ده البند الثاني. سلك السرعه يا جماعه، سلك السرعه لو بيخرف معايا، يعني لو انا ماشي على 20، ناس كتير بتقول لي انا ماشي على السلك بتاع السرعه بقالي شهر او بقالي شهرين وسلك السرعه بيخرف معايا. سلك السرعه ماله يا ابني؟ بيخرف معايا. طيب يبقى احنا سلك السرعه لو بيخرف معايا، لو انا ماشي على 20 وجاب لي 120 مثلا، او انا ماشي على 60 وجاب لي 160، او انا ماشي على 80 وجاب لي 120، ده طبعا يا جماعه من اكبر الاضرار، لان هنا بيعد كيلوهات ازيد. يعني المؤشر، يعني ارقام السرعه في العداد لو وصلت ل 120 طبعا بترمي ده في كيلوهات الموتوسيكل. فبالتالي ما ينفعش ان انا اخلي الموتوسيكل يعد بارقام اكبر علشان ما يعدش معايا كيلوهات اعلى. فبالتالي الموتوسيكل ما يبقاش ماشي 10000، والموتوسيكل لما العداد خرف معاك ممكن في شهرين يا جماعه، لو الموتوسيكل ماشي 10000 ممكن في شهرين يوصل ل 20 و30 الف بسبب لان السلك السرعه مخرف. لان السرعه لو جابت 120 وانت ماشي على 20 هيرمي معايا عدد كيلوهات اكبر. فبالتالي ان انا لازم اخلي بالي من النقطه دي. طبعا ما فيش حد يكلمك في الموضوع ده نهائي، لان حد ما عندوش الخبره الكامله في موضوع سلك السرعه ده، فانا حبيت ان انا انبهكم ليه. تاني حاجه يا جماعه الزيت مهما يكون نوعه. تاني حاجه اتكلم عليها يا ابني الزيت مهما يكون نوعه ما يعديش ال1000، لان الموتوسيكل طبعا احنا عارفين لان تبريد هواء. الموتوسيكل يا جماعه تبريد هواء. فبالتالي مهما يكون نوع الزيت اللي محطوط ومهما يكون عدد كيلوهاته اكتر من 1000، ان انا ما اخليش الزيت يتجاوز معايا ال1000. ما اخليش الزيت يا ابني يتجاوز معايا ده. تمام؟ دي النقطه الثانيه. نتكلم على فلتر الزيت عشان الموتوسيكل 200 ان اس او الموتوسيكل البوكسر. فلتر الزيت يا جماعه لازم ان انا اغيره باستمرار، لان بيجي لنا ناس كتير جدا جدا مش مغيره فلتر الزيت لفتره طويله،
وبالتالي ده بيتعب في الموتور وبيتعب اجزاء الموتور بنسبه 100%. يبقى انا فلتر الزيت يا جماعه المفروض ان انا اغيره كل تغييره وثلاث تغييرات. ده اقل حاجه يا جماعه، يعني ده اقل حاجه ان انا ممكن اغير فلتر الزيت تغييره، وبعدها بثلاث تغييرات اغير فلتر الزيت. بعدها بدي يا ابني 3 تغييرات على فلتر الزيت. يبقى احنا كده قلنا تغيير فلتر الزيت بعد 3 تغييرات. طيب نتكلم في البند السادس وهو فلتر الهواء يا جماعه. فلتر الهواء يا جماعه لازم باستمرار اللي انا اخد بالي منه، ان الفلتر ده بيجي لنا ناس كتير ما بتنضفوش، وده طبعا بيقل في عزم الموتوسيكل، بيسبب تآكل بنزين، بيسبب مشاكل داخل الكربرتير، بيسبب مشاكل في هواء الكربرتير، بيسبب معايا مشاكل كتير جدا اللي انا حكيت عليها. فبالتالي فلتر الهواء لازم انضفه باستمرار. فلتر الهواء يا ابني يبقى لازم فلتر الهواء انضفه باستمرار، لان زي ما قلت ده هيسبب معايا المشاكل دي. فلتر الهواء يا جماعه وظيفته في الموتوسيكل زي مناخير البني ادم بالظبط. هل تنفع مناخير البني ادم تتكتم؟ ينفع يا ابني؟ مناخير البني ادم تتكتم؟ ده بالظبط فلتر الهواء. لو المكتوم هيسبب معايا مشاكل اللي اتكلمت عليها، وعدم سحب الموتوسيكل، تآكل بنزين، تقطيع في الموتوسيكل، هيحصل معايا مشاكل كتير جدا، تبويض في الكربرتير، ويحصل معايا مشاكل كتير جدا. سابع حاجه والاخيره هي تغيير الزيت. تغيير الزيت والموتوسيكل سخن. تغيير الزيت يا ابني؟ الموتوسيكل سخن. تغيير الزيت والموتوسيكل سخن ده من اكبر الاضرار اللي بتضر معايا مكان طبة الزيت، ودي اكتر مشاكل بتجيلنا. طيب المفروض ان انا الموتوسيكل يبرد خالص، بعد كده هفك بلقمه عزم يا جماعه. ما ينفعش ان انا اجيب بيبه اللي هي الطويله وافك بيها، دي مش هتبقى عزم، دي ممكن تكسر معايا الطبه في اثناء حلها. يبقى انا لما اجي افك الطبه يكون معايا لقمه عزم علشان تفك معايا الطبه بدون اي مشاكل. ولازم تكون الموتوسيكل بارد. لازم يا ابني الموتوسيكل يكون بارد. لازم الموتوسيكل يكون بارد. بعد كده انزل الزيت. ربط الطبه لازم اتاكد، لان الطبه ربطت بايديا الاول وبعد كده اربط باللقمه. يبقى احنا كده قلنا ان الموتوسيكل لازم يبقى بارد. الموتوسيكل يبقى ايه؟ لازم يكون بارد. ما ينفعش ان انا اربط، لازم اربط الطبه بايديا الاول. لازم ايه؟ اربط الطبه بايديا الاول. يبقى ده البند الاخير. طيب برضه في تغيير الزيت في بلصر 180 لازم يا جماعه افك مسمار الكساحه اللي هو الصليبه ال10. ده لازم يتفك، لازم يتفك، لان ده لو ما اتفكش مكان الطبه مش مجازي مع مكان الكساحه، فبالتالي اي حد بتاع زيت هيجي يربط الطبه هيربط اول سنه غلط، هيكسر معايا ويشرخ معايا مكان الطبه وندخل نفسنا في مشاكل كبيره. يبقى لازم نفك الكساحه. لازم ايه يا ابني؟ فك الكساحه علشان ما تضرش الطبه، عشان ما تشرخش مكان الطبه. عشان ايه يا ابني؟ ما تضرش الطبه، ما تشربش مكان الطبه. يبقى كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.